في نوع من انواع الفتوات حضرتك كلمتنا عليها في الاول، فتق الحجاب الحاجز. ده برضه حضرتك تدينا معلومات عنه او هنت عنه، لان برضه في بعض الحالات اللي كانت بتشتكي على طول باستمرار من ارتجاع المريء. فانا لما دورت وبحثت كده لقيت ان فتق الحجاب الحاجز ده ممكن يكون من ضمن الاسباب. ما اعرفش دي صح ولا طيب المعلومه لا دي لا معلومه صح طبعا. خلينا نقول ان ارتجاع المريء ده مرض، مش مرض، هو حاجه شائعه جدا، ناس كتير جدا بتشتكي منه. بالظبط. اسبابه كتير قوي، منها اسباب عدم انتظام حركه الامعاء، التهاب في المعده، اكل تقيل ونوم على طول، في حاجات كتير قوي تخلي الدنيا تعمل الارتجاع في المريء ده. تمام. من ضمن الاسباب دي وده السبب اللي في ايدينا احنا كجراحين، اللي هو فتق الحجاب الحاجز. فتق الحجاب الحاجز بيقول ان جزء من المعده بيطلع فوق في تجويف الصدر. احنا قلنا فتق يعني حاجه طالعه من تجويف البطن رايحه في حته تانية، رايحه تحت الجلد بقى، رايحه في الصدر، رايحه في اي حته تانية. فهي كده جزء من المعده بيطلع فوق، وبالتالي افرازات المعده كلها بتطلع على المريء، فبتخلي دايما العيان بيشتكي من الم في نص صدره كده، مع الاكل بيشتكي من حموضه، وبيبدا يدور على علاج. في حاجه مشكله كبيره قوي، ان ممكن عيان بيشتكي من ارتجاع مريء وحموضه بيفضل ياخد علاج 6 شهور وسنه وسنتين. القصه دي، الحاجه دي مش صح. لو كان الحل في ايدينا لازم العيان يتشخص. يعني انا عندي عيان بيشتكي من حموضه، اديته علاج شهر واثنين وثلاثه ما تحسن، لازم يعمل منظار ولازم ابص عليه. لو هي مشكله في الموتيليتي، يعني في حركه الامعاء، في ادويه وحاجات معينه بالعلاج بيتحسن بيها والدنيا بتتحسن شويه. انما لو لقيت فتق في الحجاب الحاجز زي ما قلنا، فتق يعني قطع، يعني فتحه وسعت، يعني دنيا اختلفت، لازم تتصلح. لازم نتدخل عشان نرجع المعده مكانها ونحافظ عليها في مكانها تحت. مشكله فتق الحجاب الحاجز مش بس الحموضه، ان انا عندي حموضه بقالها 6 شهور، بقالها سنه. المريء نفسه، المريء من الجزء الاسفل من المريء ده بيبدا يحصل فيه تغيرات مع الوقت، بيحصل فيه تليفات وضيق، ووقت اطول ممكن لا قدر الله يوصل لمرحله الاورام، يوصل لمرحله سرطانات. فمش شطاره ان انا عندي حموضه وعندي ارتجاع وعمال افتي في علاج شهر، في سنه، في سنتين، في 10، مفيش حاجه اسمها كده. طالما مزمنه لازم ادور على السبب. لو لقيت السبب يتصلح لازم اصلحه، ما يبقاش حاجه تصليحها سهل جدا في ايديا وانا بسيب العيان متضايق طول عمره وعايش بادويه طول عمره، وكمان معرض لمشكله كبيره ما نقدرش عليها. بعرفها بقى الحته دي بالمنظار. منظار المعده، مش منظار بتاعنا اللي هو حضرتك قلت لي في الاول اسمه اندوسكوب او جاستروسكوب. ده اشخص بس، ده بيشخص، بيقول لي والله في فتق في الحجاب الحاجز. في مشكله كمان في فتق الحجاب الحاجز، مش بس الاحساس بالحموضه. انا عندي حاجه مهمه جدا، بيحصل ارتجاع للحمض بتاع المعده. العيان ممكن لو اكل ونام على ظهره بيحس بالحموضه والحاجه الحاميه دي في زوره. في نفس الوقت لو هو نايم ممكن تدخل على القصبة الهوائية وتدخل على الرئة، تعمل له التهاب رئوي، يشرق ولا حاجة، يشرق فيها بالظبط، يشرق في افرازات المعدة، وهيعمل التهاب رئوي سيء جدا وعنيف جدا، لان ده حمض زي ميه النار بالظبط. فهي ضعفات رهيبه بالظبط. ففتق الحجاب الحاجز ده لازم نتعامل معاه بحكمة. تمام. مش انا باخد حباية وخلاص، لا، انت مش بتاخد حباية وخلاص، في مضاعفات ممكن نوصل لها تعمل لنا مشاكل اكبر من الاحساس بالحموضه. وده حاجه بسيطه قوي برضو. بندخل بالمنظار، بنسلك الفتق ده كله، بنشد المريء، بننزله تاني في مكانه تحت بدايه المعده، بننزلها تاني، وبنعمل حاجه زي فالف، حاجه زي صمام صناعي كده من قبه المعده نفسها، بنلفها حوالين المريء تمنع ان الفتق يرجع تاني او المعده تطلع لفوق. ودي من الحاجات على فكره ان المريض في يوم العمليه بيحس بفرق خرافي. يعني برضو من الحاجات اللي كنا بنعمل تيست بعد العملية. احنا قلنا العملية، احنا بنعمل العملية وعلى اخر اليوم او تاني يوم الصبح بدي العين كوباية مية. تمام. كوباية مية دي بتضمن لي اول حاجة لما يشربها مرة واحدة ويقول لي ايه الاخبار. هو في الاول بيكون لو شرب بقه مية بيرجع لزوره تاني. دايما العيان بتاع الارتجاع ده بيحس ان الدني مفتحة على بعضها، راجع لفوق. فهو شرب اول حاجة حس بألم ولا لا، حس ان الميه وقفت في زوره ولا لا. ساعات الميه لو العمليه مش معموله كويس ومتضيقه بزياده بيبقى في مشكله في البلع. مشكله البلع دي بتبان يوم العمليه. دي برضو زي ارتجاع الفتق كده، لما بيتعمل بالمنظار وبيرجع بيبقى الجراح عارف انها ضيقه. حضرتك بقى بتجرب مع العيان وقت بالظبط. فهو العيان بيقول لي انا بلعت كويس، مفيش ألم، مفيش حاجة رجعت كده، يبقى الحمد لله على السلامة، الحمد لله الأمور تمام. بيمشي بقى في أكل وشرب بالتدريج لغاية ما بيوصل إن هو تعافى تماما من قصة الارتجاع دي، لو الفتق هو السبب.
لو هي حاجه تانية هي السبب طبعا بتبقى بتتشخص بحاجات تانية وليها علاجات ليها تانية. علاجات تانية قصه احنا بالنسبه لنا احنا جراحيا فتق في الحجاب الحاجز مسبب ارتجاع مريء، ده بيتعالج بالعمليه وان شاء الله ما بترجعش تاني، والعيان ما بيشتكيش تاني من الارتجاع ده خالص. تمام يا دكتور.